السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأحسن الله إليكم. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى الرد على الشبهة، وطبعا هي من أحد الشبهات التي دائما تطرح ويكررونها الشيعة مع الأسف بدون فهم وبدون علم، وهي مسألة أرض فلك وموت فاطمة الزهراء وهي واجدة على أبي بكر وغيره من هذه الأمور. هذا المرة راح نرد أيضا، لكن بيكون رد مفصل وفي نفس الوقت مختصر. كيف يعني مفصل ومختصر؟ نحاول نرد على النقاط الأساسية، ما راح نتعمق في الأمور التي ما يعني يراد الإجابة عنها. أول مسألة، الحديث موجود في صحيح الإمام البخاري أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقول: فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. فقال أبو بكر إلى نهاية الكلام، قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. زين. فهنا في هذا الرواية لها أكثر من لفظ، في لفظ مثلا ماتت واجدة، في لفظ فغضبت، في لفظ. أنا راح ناخذ بجميع الألفاظ وراح نبينها وراح نفصل فيها تفصيل. زين. أول مسألة، وهذه نقطة يجب أن الجميع ينتبه إليها، أن طبعا عند أهل السنة والجماعة توجد رواية في كتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وهناك يبين أن فاطمة رضوان الله تعالى عليها أتاها أبو بكر يلتمس منها المصالحة، مثل ما نقول يعني أراد أن يراضيها يترضاها. زين. فيأتيك واحد في البداية، نعرض الرواية من باب أن نقرأها ثم نأتي للمسألة التي تليها. طيب، هذا الرواية في كتاب السنن الكبرى عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة رضي الله تعالى عنها أتاها أبو بكر يستأذن، فاستأذن عليها فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له فدخل عليها يترضاها، فقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت. هذا مرسل حسن بإسناد صحيح. زين. في مثل ما نقول خطأ مع الأسف أن البعض يرتكبه. ما أقول لك أن هذه الرواية ضعيفة، لا، أنا يعني ما أدين الله به أن هذه الرواية عندي تصح، هذا الرواية أنا عندي تصح. لكن إيش يفعل مع الأسف يعني بعض أهل السنة والجماعة في الحوار؟ يبدأ يتمسك بهذه الرواية كأن إيش، كأن نحن يعني لو ضعفنا هذه الرواية أو قلنا مثلا أن فاطمة الزهراء ماتت يعني بدون أن يترضاها أبو بكر، فبالتالي إيش يكون أبو بكر مثلا مخطئ، أو أن دين أهل السنة والجماعة سقط، أو أن والله حصل يعني ذنب كبير. نقول أبدا، نحن نناقش هذا الأمر على فرض أنها رضيت وعلى فرض أنها لم ترض. ما يضر عندنا سواء فاطمة الزهراء رضيت سواء لم ترضى. ليش؟ لأن عند أهل السنة والجماعة أعلى الله تعالى مقامهم أن أبو بكر نقل لها حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبنقل حديث النبي أنا ما عندي ما يضر إن مثلا فاطمة الزهراء حزنت، إن عائشة حزنت، إن حفصة، لكن طالما أن أبو بكر التزم بكلام النبي انتهى الكلام. عندي كل الناس أقل قدرا من النبي، طالما عندي حديث النبي فأقول يعني لأي أحد كائنا من كان، صحابي، تابعي، عالم، والله أنا عندي حديث النبي فكلامه مقدم عليك. هذه هي النقطة الأساسية. يعني اللي يفعله بعض السنة، مع أنه ممكن فعلهم صحيح أن هذه الرواية يعني يحتج بها، خاصة بأن يعني يقول علماء أهل السنة والجماعة أنه مو في هذا الصدد، تبين أن مراسيل الشعبي يقبلونها الناس، خاصة إن كان في زمن الصحابة وقريب منهم. لكن ما راح أتكلم عن مسألة أن مراسيل الشعبي صحيحة وكذا، لا، ما راح أقول هذا الشيء. أنا أنبه على مسألة إيش؟ أن البعض مع الأسف يتمسك بهذا الرواية وبدونها يعتبر أن أبو بكر ارتكب خطأ، وهذا ما نسلم به. لا، حتى لو فاطمة الزهراء مات وهي واجدة على أبي بكر، هذا عندنا ما يضر. ليش ما يضر؟ هذا اللي راح نبينه الآن. فأنا طبعا مثل ما أحب أني أفصل، نأخذه على الصحة وعلى الضعف. إن قلنا على الصحة وأنه ترضاها حتى رضيت، انتهت الشبهة وسقط كل شيء، وحتى استدلال الشيعي يكون باطل. وإن قلنا ما ترضاها وهي ماتت واجدة عليه، ما المترتب على أبي بكر؟ الآن نعرف.
زين، في البداية حديث لا نورث ما تركناه فهو صدقة، هل فقط رواه أبو بكر؟ نقول الجواب على شقين. نقول في البداية لو سلمنا جدلا بأن أبو بكر رضوان الله تعالى عليه هو الوحيد اللي روى حديث لا نورث، نقول أنا عندي ما يضر شيء. ليش؟ لأن أول شيء الحديث عندي ورد بسند صحيح، وثانيا نقله أبو بكر، فحتى لو صحابي واحد وأنا عندي أبو بكر مصدق، العكس أصلا اسمه أبو بكر الصديق بحديث النبي لما كان على جبل أحد فقال أسكن أحد أو اثبت أحد، فإنما عليك صديق، نبي وصديق وشهيدان. الصديق هو أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، فهذا هنا النبي بنفسه يصدق أبو بكر. فأنا من ناحية قول أبو بكر، لو أبو بكر الوحيد اللي ما في غير أبو بكر بس هو الوحيد لو روى هذا الحديث عندي ما يضر شيء، وأسلم بهذا الحديث وآخذ به وأعمل به، وأدين الله أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا القول من لسان أبي بكر وأصدقه. ومع ذلك نعطي الشيعي مراده، نبين لكم أن هذا الحديث لم يرويه فقط أبو بكر بل رواه غيره من الصحابة. طيب وين هذا الحديث؟ نقرأ الآن. طيب هذا صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، رقم الحديث 1760، عن أبي هريرة، مو عن أبو بكر، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا. الورثة ورثة النبي ما يأخذ من أموال النبي دينار واحد. ليش؟ ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. إيش معنى هذا الكلام؟ نقول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أن ورثة النبي ما يقتسم من ورثته دينار واحد. لماذا يا رسول الله؟ أو من المستثنى من هذا الكلام؟ قال: ما تركت بعد نفقة نسائي. وهذا الرد على الشبهات التي تطرح، والله ليش عمر قسم شيء لعائشة وشيء لحفصة وشيء لأم سلمة وكذا، لماذا قسم لهم بالرغم من أنكم أيها السنة تقولون أن النبي لا يورث؟ نقول لأن هناك في فرق بين توزيع ورث النبي وفي فرق بين نفقة النساء. واحد بيقول لا مو معقول أن نفقة النساء تكون في حياة الشخص، ما في شيء اسمه نفقة النساء بعد ما مات الشخص. نقول لكم هذا كله إلا في النبي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم له استثناء. إيش الدليل؟ هذه الرواية. طيب واحد بيقول لي أين العدل؟ ليش فاطمة ما يكون لها هذا الاستثناء؟ نقول لأن فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليها متزوجة من من؟ من علي بن أبي طالب. طيب إيش معنى متزوجة من علي؟ علي بن أبي طالب ليس نبي، أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنسائه أن يتزوجوا أحدا بعده. يعني مثلا لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم توفي وعمر أم المؤمنين مثلا 20 سنة، إلى أن تموت أم المؤمنين ما يجوز لها أن تتزوج أحد بعد النبي، ما يجوز لها هذا الشيء، ما يجوز لها هذا الشيء أن تتزوج. زين، فبالتالي في هذه المدة اللي مثلا نقول أن أم المؤمنين عاشت بعد النبي مثلا 40 سنة، مين راح يصرف على أم المؤمنين؟ من سيصرف عليها؟ نقول فبالتالي يجب أن تكون لها نفقة للنساء، فنفقة النساء لنساء النبي تكون حتى بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستثناء خاص بالنبي لأن نساء النبي بعد وفاة النبي يكونون مقيدات، ما يجوز لهم أن يتزوجوا أحدا بعد النبي، فبالتالي من يعولهم؟ أما مثلا فاطمة الزهراء لو مات زوجها مثلا يعني قبلها، هل يجوز لها أن تتزوج برجل غيره؟ نقول يجوز، يجوز، ما في إشكال، ما في لا مانع شرعي ولا عقلي ولا نقلي أبدا، يجوز لها هذا الشيء. فبالتالي الشخص الآخر الذي تتزوجه يصرف عليها، فما يحتاج إلى نفقة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي النقطة الأولى. جميل جدا. الآن نأتي إلى المسألة الثانية أو الشبهة الثانية التي تطرح بعد أن بينا أن هذا الحديث لم يروه فقط أبو هريرة رضوان الله تعالى عليه ولا أبو بكر بل أكثر من صحابي. بين الحين صحابيين، وأنا راح أكتفي باثنين بس عشان الشبهة اللي تطرح لما يقولوا أعطونا أكثر، يعني شخص آخر غير أبو بكر روى هذا الحديث، نعطيهم من أبو هريرة. جميل، فهذه الشبهة إلى الآن منتهية. الآن نأتي إلى الشبهة الثالثة المطروحة، ولأن من قبل بينتها بس ممكن ما أكون فصلت فيها أكثر، وهو إشكال الشيعي. يقول: هل معقول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يبلغ فاطمة الزهراء بالورث وأنها ما ترث؟ نقول نعم، ما في أي إشكال، ما في أي إشكال، لا مانع شرعي ولا عقلي ولا نقلي.
طيب إيش هو الدليل؟ نقول الآن سنبين. هذا كتاب الكافي للشيخ الكليني، المجلد الأول الصفحة 348. رواية بسند صحيح عن أبي جعفر قال: لما قتل الحسين بن علي أرسل محمد بن الحنفية. ركزوا، وأنا هذه الرواية طرحتها من قبل. أرسل محمد بن الحنفية. من محمد بن الحنفية؟ هو ولد الإمام علي. جميل. إلى علي بن الحسين عليهما السلام. يعني محمد بن الحنفية اللي هو ولد الإمام علي بن أبي طالب أرسل إلى علي بن الحسين هو السجاد، فخلى به فقال له: يا ابن أخي، قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الوصية والإمامة من بعده إلى أمير المؤمنين، ثم إلى الحسن، ثم إلى الحسين، وقد قتل أبوك رضي الله عنه، وصل على روحه، ولم يوصي. يا سلام، هنا هو الإلزام. شوفوا أخوان الكرام، الشيعي إيش يأتي يقول؟ يعترض على مسألة كيف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يبلغ فاطمة الزهراء بأنها ما ترث. يقول: ها، معقول ما يخبر ابنته؟ نقول: ما عندنا أي مانع، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم طريقة تبليغه للتشريع مو أنه يأتي مثلا في حكم الربا، ما يروح يجمع لك 120 ألف صحابي يقول لك الربا حرام. بعدين مثلا الحج، ما يروح يجمع لك ال 120 ألف صحابي يقول هذه عفوا طريقة الحج، أو هذه طريقة الصلاة أو الزكاة، أو لا لا لا. الطريقة يعني كيف تكون، أو إيش طريقتها؟ أن يأتي مثلا بصحابي من الصحابة في مورد من الموارد، مثلا في غزوة من الغزوات، فيعلمهم حكم شرعي، يعلمهم مسألة، فهؤلاء يخبرون بعضهم البعض، يعلم يعني أحد منهم الآخر. جميل. وكذلك نفس الشيء في فاطمة الزهراء. النبي محمد أخبر من؟ أخبر أبو بكر، أخبر أبو هريرة بهذا الحديث، فبالتالي بلغ يعني جمع من الصحابة. هل يلزم من هذا أن يبلغ فاطمة؟ نقول: ما يلزم. وتحديدا مثلها مثل هذا الرواية اللي هو محمد ابن الحنفية ولد الإمام علي بن أبي طالب. إيش يقول؟ يقول أنه قتل أبوك ولم يوصي. فهنا في أمرين: يا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان بلغ بأسماء الأئمة الاثنا عشر، ما كان بلغ في حياته، فبالتالي يعني يكذبون الشيعة لما يقولون والله نحن عندنا نصوص على الاثنا عشر، أو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالفعل أوصى بالاثنا عشر وعددهم بالأسماء: أنت يا علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم السجاد، ثم الباقر، إلى نهاية الحديث. لكن هذا الأمر لم يبلغ محمد بن الحنفية، لأن لو بلغه وكذبه معناه هنا كارثة. هنا نقول أن محمد بن الحنفية عياذا بالله عند الشيعة كافر، ولد الإمام علي كافر بيكون عندهم، وهذا ما يقولونه غالبا الشيعة. فهنا الشيعي بين أمرين: يا أن النبي ما أوصى أصلا بالاثنى عشر، أو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى لكن محمد بن الحنفية ما علم. ونقول لك كذلك نفس القاعدة هذه تطبقها على فاطمة. نقول: نعم، أن النبي بلغ بمسألة الميراث، لكن فاطمة ما علمت، خاصة بأن الإمامة والوصاية أهم بمراحل، ب20 أو ممكن ب100 مرة عن الميراث. وهذا معلوم عند الشيعة. عند الشيعة آه لو شخص مثلا أكل ميراث أحد آخر، نقول: نعم أخطأ، ويعني يكون ارتكب ذنب كبير، نحن ما نقول إن هذا أكل الميراث شيء بسيط، لا، أكل الميراث يعتبر يعني ذنب عظيم جدا. لكن إيش هو الأعظم عند الشيعة؟ الميراث ولا الإمامة والوصاية؟ نقول قطعا الإمامة والوصاية عند الشيعة أعظم، خاصة بأن يعني اللي ينكر إمام واحد عند الشيعة كما قال الشيخ المفيد كافر ضال مستحق للخلود في النار. فهنا عندهم أن الخلافة أو الوصاية أو الإمامة اللي هي أعظم من الميراث، في ولد الإمام علي بن أبي طالب ما كان يعلمها. فكيف تأتي تشكل على مسألة، والميراث مسألة طبيعية، ممكن النبي يخبر مجموعة من الصحابة وما أخبر فاطمة، ما عندنا مانع لا شرعي ولا عقلي ولا نقلي في هذا الشيء. لكن أنت عندك الأسوأ، أنت عندك الإمامة ولد الإمام علي. يعني لو قلنا مثلا الشخص غريب ما فهم أو ما سمع هذا الحديث نقول ما في إشكال، لكن ولد الإمام علي بن أبي طالب ما يسمع هذا الحديث معناه في إشكال. معناه الشيعي بين أمرين: يا يقول أن ما في وصاية أصلا، وأن النبي ما بلغ بالأسماء، وأن علي ما بلغ بالأسماء، أو يقول بأن النبي بالفعل بلغ بالأسماء لكن ما بلغ هذا الأمر محمد بن الحنفية. فبالتالي نقول لك نفس الشيء: النبي بلغ بالميراث لكن هذا الأمر ما بلغ فاطمة الزهراء، خاصة أن فاطمة الزهراء
ما تكون 24 ساعة مع النبي، لا. النبي محمد يذهب في غزوات، يخرج من المدينة، يخرج من مكة وكذا. أما فاطمة الزهراء فهي مع زوجها علي بن أبي طالب. جميل جدا، هذه المسألة الآن واضحة. كيف أن النبي محمد لم يبلغ فاطمة بهذا الشيء؟ ما عندنا فيه أي مانع. جميل، انتهينا من هذه المسألة الآن. نأتي إلى المسألة التالية أو الثالثة أو الرابعة، والله ما أدري كم من كثر الشبهات السخيفة اللي يطرحونها بدون علم وبدون وعي. الآن سؤال، فاطمة الزهراء غضبت من هذا الأمر لما أبو بكر قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة. هل هذا يعني بأن فاطمة الزهراء تتعدى على سنة النبي والنبي يقول كذا فهي ترفض سنة النبي؟ نقول لا، الجواب لا. حتى مع تصديقها لأبي بكر رضوان الله تعالى عليه فهي غضبت. واحد بيقول كيف تصدقه وفي نفس الوقت تغضب؟ أنت انتبه يا سيف، أنت جالس تطعن ببنت النبي، أنت أكيد إيش يعني جالس تقول أنها تكذب سنة النبي. نقول أبدا. طيب إيش الدليل أو إيش النقض على هذا الشيء؟ نقول ما راح أجيب لك نقض من السنة، من كتاب الكافي أو من البخاري، لا لا، راح أجيب من القرآن الكريم. ما شاء الله. طيب، في سورة طه الله تبارك وتعالى لما ذكر قصة موسى عليه السلام وأنه لما خرج للقاء ربه فترك من أو خلف من على قومه؟ خلف أخوه هارون. زين، فإيش اللي حصل؟ أتى السامري وقام بعمل مثل مجسم وكذا، له خوار، طبعا كلكم تعلمون هذه القصة. طيب وين الإشكال في هذا؟ نقول أن الآن مثلا هارون لما تركهم على فعلهم هذا، طبعا نعلم أن هارون إيش مثل ما نقول نصحهم، لكن ما نقول منعهم المنع الكامل هذا. زين، فإيش فعل هارون؟ تركهم إلى أن يعود موسى عليه السلام. وطبعا عند السنة وعند الشيعة أن فعل وقول النبي وتقرير النبي سنة، فقطعا أي فعل سيفعله هارون سيكون إيش؟ سنة، سواء ترك سواء أقر سواء فعل. أو تقول بأن هارون أخطأ، وإذا قلت هارون أخطأ معناه العصمة طارت عند الشيعة، وهذه كارثة أصلا. الشيعة ما تريد أن تقول فيها أن هارون أخطأ، فمعناه أكيد فعل هارون كان صحيح قطعا وفعله سنة. وأكيد أن موسى يعلم بأن فعل هارون هذا سنة، أكيد أن مثلا هارون ما سيخالف أمر الله تبارك وتعالى. مع ذلك إيش فعل؟ وركزوا، موسى معصوم عفوا وهارون معصوم. بينما أبو بكر عند السنة ليس بمعصوم وفاطمة ليست بمعصومة. زين، إيش فعل موسى عليه السلام؟ أتى وأخذ بلحية أخيه يجرها إليه، صار يأتي عند لحية هارون وسحبها إليه بقوة من شدة الغضب وألقى الألواح، وهو يعلم بأن فعل هارون إيش كان؟ عبارة عن سنة. فعل هارون يعتبر سنة لما ترك القوم. فإيش قال؟ قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يا سلام. الحين هنا هو الإلزام. نقول لك هل فعل هارون كان سنة؟ نقول لك نعم، لأن فعل وقول وتقرير النبي سنة. جميل. هل موسى يعلم بأن فعل وقول وتقرير النبي سنة؟ نقول لك نعم. من هو النبي؟ اللي هو هارون. طيب، هل موسى عليه السلام لما أتى عند فعل وقول وتقرير النبي اللي هو هارون هل أقره أم غضب؟ نقول لك بالعكس، غضب، بل حتى ألقى الألواح، بل حتى أخذ بلحيته وبرأسه يجره إليه. نقول يا سلام عليكم. الآن نبي معصوم غضب من فعل نبي معصوم، بل من شدة الغضب أخذ بلحيته وبرأسه وألقى الألواح من يده. فما هو الأشد؟ لما اثنين ليسوا بمعصومين، لهم أبو بكر وفاطمة، وفاطمة الزهراء سمعت حديث النبي مثلا لا نورث ما تركنا فهو صدقة، مثل أن كان عندها أمل أنه والله ستحصل على ميراث فما حصلت عليه، فيأتي الإنسان مثل ما نقول يعني حزن، والله أن أنا كان المفروض أحصل وما حصلت على هذا الشيء. ما نقول أن فيه والله اعترضت على سنة النبي، لأن إذا قلت هذا فيه اعتراض على سنة النبي اللي هو غضبها اعتراض على سنة النبي، نقول أنكم وقعتم في أزمة. لأن هنا هارون غضب، عفوا موسى غضب على سنة النبي هارون لما ترك القوم، بل بالعكس ألقى الألواح وحتى أخذ بلحيته وبرأسه يجر إليه وهو معصوم. هل فاطمة أخذت بلحية أبو بكر أو عمر أو فعلت لهم شيء؟ أبدا، بالعكس.
بل رجعت إلى بيتها. علمت الآن كيف تردون على هذه المسألة من القرآن الكريم. نبي من الأنبياء معصوم غضب من فعل نبي من الأنبياء آخر معصوم، بل من شدة الغضب ألقى الألواح وأخذ بلحيته وبرأسه. يا سلام، فعلا الرد اللي ينتبه له راح يكون شافي وكافي ووافي ونسكافي بعد. يلا زين، هذه هي المسألة الرابعة تقريبا. كيف أن فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليها لما أتت عند حديث النبي زعلت. نقول ما في إشكال، أصلا فاطمة الزهراء ليست بمعصومة في هذه المسألة. ومثل لما إنسان يكون يعني يعتقد بأنه سيحصل على أمر فما يحصل عليه، تيجي مثل خيبة أمل وانتهت المسألة. لا فيه لا تكفير، لا فيه لا طعن، لا فيه لا حقد، أبدا ما في أي شيء من هذا. لكن الشيء اللي يحاول يطلع شبهة غير موجودة راح يسقط في هذا. حيث أنه لما يقول أن مثلا فاطمة غضبت على سنة النبي، ما أنت عندك وفي القرآن الكريم بعد أن موسى عليه السلام غضب على سنة النبي، بل فعل أشد من فعل فاطمة الزهراء. فنفس الحكم الذي ستطبقونه على النبي اللي هو موسى عليه السلام طبقوه على فاطمة. تكفرون النبي؟ ما تقدرون. تقولون أن حتى عصمته سقطت؟ حتى ما تقدرون تقولون عصمته سقطت. فما بالك ب يعني فضلا عن فاطمة الزهراء الغير معصومة أصلا. جميل، هذه المسألة الرابعة. طيب الآن نأتي إلى المسألة ممكن هي تكون الأخيرة صراحة، ونفعل جزء آخر إذا احتجنا لهذا الموضوع. اكتبوا مثلا أسئلتكم في التعليقات وراح نرد عليها. المسألة الرابعة ألا وهي غضب فاطمة الزهراء، بين يعني غضبها على أبي بكر وغير أبو بكر. إيش حكمه وإيش المترتب على هذا الشيء؟ نقول أن غضب فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليها هو غضب مقيد بطاعة الله وبطاعة الرسول. إيش معنى مقيد؟ بمعنى مثلا أن شخص عصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففاطمة الزهراء غضبت من هذا الشخص لعصيانه كلام النبي أو أمر الله تبارك وتعالى، فنقول نعم، هنا غضبها من غضب النبي ومن غضب الله تبارك وتعالى. زين، فرضا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال شيئا وفاطمة الزهراء رأت عكس هذا الشيء، مثلا لأنها ما سمعت حديث النبي، وأنت فعلت ويعني سمعت لكلام النبي، فكلام من هو يكون مقدم؟ نقول لك أكيد كلام النبي. كلام النبي هو المقدم، وغضب فاطمة الزهراء إن كان لهذا الشيء فيكون غضبها غير مؤثر في الشخص، ما يؤثر عليه غضب فاطمة لأنه أطاع الله ورسوله. زين، واحد يقول لي هل ممكن أن فاطمة يعني مثلا تفعل شيء عكس طاعة الله ولرسوله؟ نقول إذا ما علمت ما في إشكال. مثلا إيش الدليل؟ نقول نعم، هذا في كتب الشيعة مو في كتب السنة. ركزوا إخوان، هذا كتاب المباني في شرح العروة الوثقى للسيد أبو القاسم الخوئي، جزء 2 صفحة 364. إيش يقول فيه؟ في مسألة زواج علي بن أبي طالب من بنت أبو جهل. يقول لما يعني يتكلم عن هذه المسألة من ناحية الرواية ومن ناحية كل شيء راح نأتي إليها. يقول بل حتى ولو فرض كونه إيذاء لها، يعني الحين يقول لو أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج الثانية فكان هذا الأمر فيه إيذاء لها. ركزوا، نحن الحين راح ناخذ القاعدة أن الزواج من ثانية حتى لو فرض كونه إيذاء لها فإنه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهرا. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني الآن مثلا لو في حكم شرعي الفعل هذا مباح، مثلا الزواج من الثانية، هل هذا الفعل مباح؟ نقول لك نعم، فعل مباح. جميل. مثلا لو امرأة زوجها تزوج عليها الثانية فجالها إيذاء من هذا الشيء، إن أذى مثلا غارت أو زعلت أو كذا، هل يكون يعني غيرتها هذه تؤثر في الشخص، يعني تجعله مثلا ظلمها فعل لها شيء؟ نقول لك لا، حتى لو جالها أذى من هذا الشيء على ما ذكرناه في محله، وحيث إن المقام من هذا القبيل لأن التزويج الثانية أمر مباح في حد نفسه، فمجرد ركزوا فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته. يا سلام عليك، ركزوا الحين على هذه القاعدة الجميلة. يقول أن شخص لو فعل فعلا مباحا وتأذت منه فاطمة فهذا الأمر لا يقتضي حرمة هذا الشيء.
يعني مو لأن فاطمة تأذت فبالتالي يقتضي منه حرمة هذا الشيء. زين، وكذلك ناخذ نفس القاعدة هذه على حديث أبو بكر. أنا عندي في كتبي كسني صحت عندي رواية لا نورث ما تركنا فهو صدقة من ناحية السند، وأنا أصدق أبو بكر في هذا الحديث وأصدق أبو هريرة. جميل جدا، فعندي ثابت أن النبي قال هذا الشيء. فنفس القاعدة، فمجرد تأذي فاطمة من حديث النبي، مع أنها ما تأذت، هي ما علمت، فلما علمت غضبت، أو نقول مثلا حزنت، لأن مثل ما نقول يعني تصورت أو توقعت أن يكون لها إرث ثم لم يأتي لها هذا الإرث، ما في إشكال. ما نقول أنه وصل إلى الأذى هذا الكبير اللي مثلا فعله لها علي بن أبي طالب لما أراد أن يتزوج من الثانية. زين، فنقول فمجرد تأذي فاطمة مثلا من حديث لا نورث ما تركنا فهو صدقة، أو من عدم أخذها لهذا الورث، لا يقتضي حرمته. ليش؟ لأن فاطمة الزهراء في كتب الشيعة مثلا تأذت من زواج علي بن أبي طالب من الثانية، زعلت من هذا الشيء ويعني ذهبت إلى منزل أبيها. طبعا البعض راح يناقش الصحة والضعف، أنا ترى عندي رواية صحيحة بهذا الشيء، لكن لنقل أن الرواية تزوج علي بن أبي طالب من الثانية ضعيف في كتب الشيعة. أنا أقول لك أنا ما يهمني أصلا الرواية، أنا يهمني علماء الشيعة كيف تعاملوا مع مسألة زواج علي بن أبي طالب مع من عفوا الثانية. هل حرموا هذا الشيء؟ نقول لا. يقول لك حتى تأذي فاطمة من الفعل المباح لا يقتضي حرمته، فنقول كذلك تأذي فاطمة من عدم أخذها للورث، لأن أنا عندي حديث أن الأنبياء لا يورثون ما تركوه، فبالتالي لا يقتضي حرمته حتى تأذت منه فاطمة. فنفس القاعدة هذه التي وضعتوها لعلي أو أخرجت علي في كتب الشيعة طبعا من هذه الوطأ أنه أراد التزوج من الثانية فتأذت فاطمة من هذا، إيش قال؟ قال لا يقتضي حرمته. فنقول كذلك عن نفس القاعدة من أبو بكر الذي ذكر فيها حديث النبي، فبالتالي كذلك لا يقتضي حرمته لمجرد تأذي فاطمة، هذا إن سلمنا بتأذيها، ونحن ما نسلم بهذا الشيء. جميل، فهذه هي المسألة الرابعة. أتصور اللي ينتبه لها فعلا راح يجد المسألة هذه تم نسفها بشكل واضح. نقطة أخيرة معلش عشان يكون مبحث كامل. الحين واحد سيأتي ويقول لي أن لا، هذا الحديث لا نورث ما تركناه فهو صدقة فيه مخالفة صريحة للآية الموجودة في القرآن اللي هي آية الميراث. نقول نشوف الآية ونبين لكم هل فيها مخالفة ولا لا. هذه هي الآية في سورة النساء. الله تبارك وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب واحد بيقول لحظة، هذه آية واضحة وصريحة، يعني آية عامة هذه يا سيف، تقول إيش؟ بجواز أن الناس يعني يورثون لأبنائهم، بل حتى أن هذه وصية من الله تبارك وتعالى. نقول جميل جدا. هل هذه الآية عامة وخاصة، يعني عفوا عامة تتكلم عن النبي وعن المؤمنين كلهم، ولا خاصة بالمؤمنين فقط دون النبي، ولا خاصة بالنبي دون المؤمنين؟ نقول نحن نأخذ الآية على في البداية على ظاهرها ما لم يأتي استثناء. إيش يعني؟ يعني مثلا لما واحد يقول كل الطلاب في هذا الصف ناجحون، نقول لك جميل، هذا كلام عام يشمل الصف كله. فلما تأتي كلمة إلا اللي هو مثلا إلا الطالب الفلاني، فبالتالي جاء الاستثناء من هنا. طيب واحد بيقول لي وين الاستثناء في هذه الآية للنبي؟ نقول الاستثناء موجود وين؟ موجود في السنة النبوية. ممكن واحد يعترض يقول لا لا مو معقول، يعني العام يأتي في القرآن وأنت تخصصه بالسنة النبوية. نقول ما عندنا أي إشكال. طيب هل هذا الأمر حصل في القرآن الكريم يعني مرة؟ نقول نعم حصل. نرجع قبلها بصفحة، إيش يقول؟ يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. زين، واحد يقول إيش دخل مثنى وثلاث في الميراث؟ لا تخلطوا الأمور لو سمحت. نقول ركزوا، الآية هذه أيضا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، من خلال السياق واضح أنها آية عامة ما فيها استثناء. زين، واحد جميل ما فيها استثناء، يعني أكيد تشمل النبي وغير النبي. نقول لا، هذه الآية تحديدا ما تشمل النبي. كيف ما تشمل النبي؟ لأن الآية تقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى اثنين وثلاثة ورباع، يعني اثنين أو ثلاثة أو أربعة. جميل جدا. النبي محمد كم واحدة تزوج؟ اثنين؟ لا. ثلاثة؟ لا. أربعة؟ لا. خمسة؟ لا. تسعة؟ في منهم من قال تسعة، في منهم من قال 11. جميل. فإذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج 9، والآية تقول مثنى وثلاثة ورباع.
فنعلم من هنا، ركزوا على هذه النقطة، أن الآية هذه عامة لكنها ما تشمل النبي محمد، بدلالة إيش؟ بدلالة أننا لما رجعنا إلى السنة اكتشفنا بأن إيش؟ بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج 9، ما تزوج لا مثنى ولا ثلاث ولا رباع. فالآية هذه تكون عامة مختصة بالنبي وغير النبي متى؟ إلا بوجود الاستثناء. إيش هو الاستثناء يا سيف؟ نقول الاستثناء جاء في السنة النبوية، أن النبي محمد عند السنة وعند الشيء تزوج قطعا أكثر من 4، متفقين على أنه أكثر من 4. الشيعة تقول 11، منهم من قال 10، منهم من قال 9، أيا كان العدد، لكن متفقين على أنه فوق 4. جميل جدا. فنعيد مرة أخرى لما فهم النقطة هذه. الآية في القرآن الكريم تكون عامة إلا بوجود الاستثناء. وين استثناء مثنى وثلاث ورباع؟ نقول الاستثناء مو موجود في القرآن. هل في آية في القرآن تجيز للنبي أن يتزوج أكثر من 4؟ نقول في القرآن نفسه لا يوجد. طيب نحن كيف علمنا بأن النبي تزوج أكثر من 4؟ نقول من السنة النبوية. جميل. فكذلك نفس الشيء لما نروح بعدها بصفحة، آية يوصيكم الله في أولادكم إذ ذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآية، نقول أن الآية هذه يعني من سياقها آية عامة تشمل النبي وغير النبي إلا بوجود الاستثناء. إيش هو الاستثناء يا سيف؟ نقول الاستثناء هو ما جاء في السنة النبوية، ألا وهو حديث أبو بكر: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فيعلم أن هذه الآية ليست آية عامة لجميع المسلمين مع النبي، لا، بل هي آية عامة للمسلمين دون النبي. كما أن الآية اللي في الصفحة الماضية كانت إيش؟ وإن خفتم ألا تقسطوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، آية عامة لجميع المسلمين دون النبي، بدلالة أنه في السنة النبي تزوج 9 وقيل 11. أتصور أيضا أن هذه مسألة واضحة جدا للي ينتبه عليها. طبعا هذا الردود أنا غالبا إيش أفعلها لأهل السنة والجماعة، لأن السنة ولله الحمد تجدهم أناس عندهم عقل يفهمون الكلام. أنا متأكد بعد كل هذا الطرح بيجيك شيء في التعليقات ما راح يفهم شيء، أو يشكل لك على على نقطة أنت أصلا أوردتها وبينتها وشرحتها شرح كامل من الكتاب ومن السنة. بل حتى أني حاولت في هذا الحلقة أني أقتصر على القرآن الكريم من ناحية تبيين الأحكام الشرعية، مثل مسألة هارون وموسى. لأني لو جبت رواية بيجيك يعني ناس ضايعين مع الأسف، يضعفك رواية من جيبه، لا هو شايف سندها ولا شاف صحتها من ضعفها، يضعفها من عنده. فإن شاء الله تكون المسألة هذه واضحة للجميع. جزاكم الله خير. طبعا ممكن هذه يكون أطول حلقة من ناحية شرح بعض الأمور. عموما إذا في أي سؤال في هذه المسائل، مسألة غضب فاطمة، اكتبوا لي في التعليقات، ممكن أسوي حلقة ثانية أو ثالثة من هذه المسألة. عموما جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، نراكم فيما بعد، مع السلامة.